معنا عزيز من الكويت. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا يا سائر. لن نسكت على ما نعم. سيبوا تفضل. نعم. طيب، لن نسكت على ما جرى بالقرب من السيدة زينب عليها السلام من تفجيرات. ونقول للنواصب ان مرأة السيدة زينب عليها السلام بسوء لن تبقى لكم باقية. لا آل سعود يبقون لكم ولا آل انصر ولا من يدعمونكم من الصهاينة ولا من يدعمونكم من كل يهود القدر. أيها النواصب اسمعوا، لن نسكت، لا والله لن تذهب دماء الزهراء هدرا. اليوم يوم التشيع، ذهب يوم الخنوع والذلة. اليوم يوم علي وآل علي، اليوم يوم محمد وآل محمد، لا يوم عمر وعائشة المتشجعة في معركة الجمل. طيب يا سائر، انت معايا؟ نعم. طيب يعني انت في الاخر انا ما فهمتش منك انت عايز ايه يعني. انت دلوقتي بتقول ان احنا عمال انت بتقول ان احنا يا سائر اسمع، انت دلوقتي بتقول ان احنا عمال الصهاينه. طيب احنا عملاء الصهاينه. طب في فضيحه اسمها ايران كونترا 1986 لما كان في حرب بين العراق وايران. الفضيحه دي الاسد المقبور هو اللي فضحها على مجله الشراع اللبنانيه، ودي مجله شيعيه بتاع حركه امل. قالت الفضيحه ان اسرائيل كانت بتدي سلاح 1980 81 82 83 84 85 86 لغايه ما فضح الاسد المقبور هذه الفضيحه لايران. يبقى العميل الصهاينه اللي بتورد له اسرائيل والصهاينه السلاح في 86 معروفه ايران كونترا، ادخل على النت كده واقرا. تمام؟ ده امر. الامر الاخر، العميل للصهاينه اللي هو راح زار نجاد العراق وزار المنطقه الخضراء بحراسه الجنود الامريكان، والمفروض ان خامنئي والسيستاني عارفين ان العراق محتل امريكيا، فكيف يقوم نجاد الذي يعادي امريكا ويقول الموت لها هو والسيستاني وخامنئي بزياره المنطقه الخضراء في حراسه الجنود الامريكان وفي طائره امريكيه وينزل المنطقه الخضراء التي لا يستطيع؟ يبقى كيف يكون عدوا واذا به يزور بحمايه اعدائه؟ واخد بالك يا سائر؟ طيب امور كثيره جدا لازم تفكر فيها. انا سبتك طبعا تتكلم وتهجص وتهجص وتهرف بما لا تعرف، ويعني تخرف كما هي عادتكم كشيعة. أنتم تخرفون باسم المقاومة وغير ذلك. يعني قل لي من هم عملاء الصهاينة الذين يعني تورد لهم الصهاينة السلاح، أم الذين يقاتلون الصهاينة؟ المصريين قاتلوا الصهاينة في 73 راح مننا 100,000 جندي. نحن يعني الذين نكبح جماحهم، نحن الذين نقتل فيهم، نحن الذين نعاملهم بمعاهدة سلام صريحة ولا نتفق على الأمة بمعاهدات سرية لذبح الأمة كلها بمعاونة الصهاينة. نحن لا ندفع ثمن السلاح. يعني لسه فلاديمير بوتين أول أمس راح ياخد ثمن السلاح من إسرائيل اللي هي وردته عن طريق إيران. يعني إيران راحت اتفقت مع روسيا، جابت سلاح لبشار الأسد والفلوس دفعتها إسرائيل. يعني تخيل إيران وسوريا وروسيا بيوردوا سلاح للأسد وبتدفع إسرائيل. من العملاء إذن؟ امور كثيره يا سائر لازم انت تفكر فيها. انا سبتك طبعا تتكلم يعني لانكم انتم بتدمروا دين محمد، بتهدموا دين محمد بادعائكم حب ال بيت محمد صلى الله عليه وسلم. نحن شيعه ال البيت وشيعه محمد صلى الله عليه وسلم ومحبي ال محمد صلى الله عليه وسلم، ويعني نذكر ال محمد ونصلي عليهم 5 مرات في اليوم والليله في 5 صلوات، يعني في تشهدين يبقى المفروض 10 مرات. يعني نحن نصلي على آل محمد يوميا. أما أنت غارق في الحسينيات، غارق في الدعارة، غارق في السكر، غارق في العربدة، غارق في المتعة. فأنت لو تربية آل محمد وآل بيت محمد ما تتلفظ لفظا باللعن ولا السب على أي أحد يعني من أمة الإسلام، إنما أنت يا ثائر تربية حسينيات هي عبارة عن مواخير تدار للدعارة في العالم الشيعي. انتهت الحلقة. تحية للأبطال في سوريا الذين سيصلون إلى قم ليطيحوا، الأول سيصلوا إلى بغداد ثم إلى قم ليطيحوا بهذه العمائم السوداء سواد قلوبهم ووجوههم، ونحن جميعا من خلفهم. أبطال السنة في مصر والسعودية وكافة الأقطار والأمصار العربية السنية. أشكر إلى حضراتكم حسن المتابعة. انتهت هذه التغطية وسوريا الثورة، وإنهم لمنصورون بإذن الله تعالى.